السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة عالم مريم للطبخ والتجميل. الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم الطريقة ديالي في الفول منقوب، كيفاش كيجي رائع هذا الفول. تبعوا معايا الطريقة والمقادير. طريقة جد سهلة وزوينة. كتجيني عملية هاد الطريقة بالنسبة لهذا الفول اللي كيكون حاليا كيكون باقي فتي، اللي كيكون فيه الحبات صغار وجلده رقيقه، تيكون صغير هكا ورقيق، ما تيكونش داك الغليظ. هذا الفول بالضبط هذا اللي تيكون هكا باقي يلاه فتي يلاه بان. تنديروه بهذه الطريقه. درت ليه الماء ودرت ليه الخل ونحاول نضفو مزيان قبل ما نصوبو. الطريقه باش صوبتو مشى ليا اللقطه، مشات ليا كنعتذر، لكن انا صيبتو بحال الشكل اللي كنصوبو اللوبيا الخضراء. غادي تحيدي ليه الخيط من الجناب بالموس، كتشدي الموس من الراس كتقطعيه وكتمشي بالخيط هكا وتعاودي بالخيط هكا وتقسميه على 3 ولا على 4. صافي درتي فور هنا مع شويه الثومه. درت تماك 7 ولا 6 الفصوص ديال الثوم غادي نفورو هكاك باش منين نصاوب الشرموله ديالو ما يجينيش الثوم هكا كيجي باين، ما كيذوبش، ما كيبغيش ما كيجيش مزيان. بهذه الطريقه افضل ليك. صافي من بعد كتمعسي بحال البوماده كتولي الثومه، كنمعسوها مع شويه الزيت بلديه. هنايا نكون درت نص كاس ديال الزيت بلديه، وعاد غادي نضيف في الاخر شويه القزبر معدنوس حتى هما مطحونين اولا مقطعين. التوابل عندي هنايا فلفله السودانيه والكمون والخرقوم والتحميره وشويه سكينجبير وشويه البزار. الا لاحظتوا البزار والسكينجبير راه غير القليل جدا، والسودانيه شويه هي على حسب واش كتبغوا الحار ولا لا. اما التحميره والكمون والخرقوم راني درتهم. هنا نصف حامضه عصرتها، العصير ديال نصف حامضه. صافي غادي نحاول نشرملو في هذا. من بعد ما طاب هانتوما كتشوفوا من بعد ما تفور كيجي هائل الفول بهذه الطريقه. كنتمنىكم تجربوه وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، ولا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وبالاشتراك وشكرا لكم. صافي كنستمر هكا كنبقى نشحرو مع التحريك، ديما كنحرك هكا باش ما تلصقش ليا التوابل لتحت، وكتدغمر ليا كيدغمر ليا الفول كله بديك التغميره. وديما كنماس هكا حتى كناخذ واحد النتيجه اللي بحال هكا. كنرافقو بطريفه الحامض وشويه الزيت البلديه من الفوق وشويه الكمون شويه القزبر معدنوس، وغادي نعصر عليه واحد شويه الحامض من الفوق. هادو هما المكونات اللي كيوالموه كيجي لذيذ بهم بزاف. الحامض والكمون كيجيو مخيرين فيه، والثومه بالصحه والراحه.